انت يمني معاك جواز يمني؟ طيب انت عارف انك شايل في جيبك لغم؟ تعال اقول لك 4 مصايب في الجواز اليمني. المصيبة الأولى في العالم كله، الجوازات والبطائق الشخصية مجانية. ليش؟ لأنه أبسط حقوق المواطن أن يحصل على الوثائق الثبوتية اللي تؤكد هويته. في اليمن الجواز لا يمشيك برا ولا يمشيك جوا، واغلى جواز في العالم وانت مش مستفيد منه اصلا. وهذا يودينا للمصيبه الثانيه، في العالم كله الجواز هذا يطلع في دقيقه، ابسط معامله ممكن تمشيها. يعني لو رحت اليابان في المطارات عندهم الات كذا، مكاين كبيره شبه حق البيبسي، انت تروح تدخل فيها جوازك يتسحب، توقف قدام الاله تاخذ صوره، خلال 60 ثانيه يطلع لك جواز تاخذه وتدخل نص دول العالم. في اليمن تقعد تستنى الجواز شهر شهرين، مؤسسة أو مصلحة الأحوال المدنية مش بتطبع ولا بتولد ولادة، وفي النهاية تاخده ما يدخلك إلا مكانين، يا تروح مصر تلقاهم مستنينك في المطار ويصادروا تليفوناتك ويرحلوك، يا تروح الأردن تتهزأ شوية في المطار بعدين يدخلوك تتعالج. المصيبة الثالثة إنه الدولة الوحيدة في العالم اللي جوازها ما يمشي فيها هي اليمن. يعني لو أخذت أنت الجواز ورحت مصلحة، رحت شركة، رحت كذا تمشي معاملة، يقول لك لا لو سمحت يعني ما نقبل إلا البطاقة عشان الرقم الوطني، مع إنه الجواز أقوى من البطاقة. البطاقة هي إثبات هوية وطنية، ورقة ثبوتية للمعاملات الداخلية. الجواز وثيقة دولية يعرفك في كل مكان في العالم إلا داخل اليمن، لازم تجيب البطاقة. تكنولوجيا أول مرة أنا أشوفها هذه. المصيبة الرابعة، صورتك في الجواز هي هذه اللي بتخليك تتهان في مطارات العالم. قبل سنوات كنت أنا في كازابلانكا وكنت بمشي معاملة هناك، فطلبوا مني صورة 4 في 6، بس مقاساتهم غريبة، رجعوني 5 6 مرات لمحل التصوير أعيد الصورة لازم تكون بزاوية معينة وملامحك واضحة، ويحطوا لك قطن هنا عشان تبان أذانك، على أساس أنك لو سويت مصيبة يعرفوك بمصمت أذانك. ودوني ورجعوني. في اليمن تدخل على الأحوال المدنية اللي انت لسه يقول لك روح تصور، اقعد قدام الكاميرا هناك، مكان انت ما تشوفش فيه حاجة اصلا، ما فيهوش اضاءة، تدخل يدوك كده تقعد السلام عليك، تلقاه صورك وما يخليك تشوف الصورة، هو نفسه ما بيراجعها. وبعدين تستغرب ليش يسيئوا معاملاتنا في المطارات، مش من من الصورة نفسها، مخلوق فضائي. معكم سكان كوكب زحل، جئنا إلى الأرض، هو هذا. وزيدك من عندي مصيبة، جوازات العالم كلها لما تفتحها تلقى مكتوب على ظهر الغلاف أو الصفحة الأولى إنه كل دولة يعني بترفع من مواطنينها. نحن مستعدين أن نحرك أسلحتنا لحماية حامل هذا الجواز، سنحرك جيوشنا لإنقاذك أينما كنت. إلا الجواز اليمني مكتوب عليه أي كش تدفع غرامة بس.